مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: مجلس إقليم القاشبركة يعقد اجتماعه الدوري. وزارة الثروة البحرية تستعرض أنشطتها وتناقش خطة عمل 2026. دعوة لإدخال الأسمدة الطبيعية في مزارع مديرية القردات ودقي. غازفات استراتيجية روسية تقوم بدوريات فوق بحر اليابان. الصين تستعرض تصنيف شركاتها كموردين مرتفعي المخاطر. البرلمان الأوروبي يعلق مسار الاتفاق التجاري مع واشنطن إثر تهديدات ترامب. أهلا بكم مشاهدينا. أصدرها مجلس إقليم القاشبركة قرارات وتوصيات للدفع بالبرامج التنموية والأمنية في اجتماعه الدوري 23 الذي عقد يوم أمس 21 من يناير. وحث رئيس المجلس الإقليمي بالقاشبركة السيد عثمان محمد علي في كلمته المؤسسات الحكومية على العمل بجد لإنجاز البرامج الوطنية على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن المجلس يتابع سير الأعمال التنموية عبر أعضائه في المديريات. وقدمت المؤسسات الحكومية وفروع الوزارات بالإقليم تقارير البرامج التي تم تنفيذها في عام 2025 وتم تناولها واستعراض التحديات التي واجهت العمل. وأشار حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي إلى أهمية وتأثير مشاركة المجتمع الواعية في إنجاز البرامج التنموية والاستدامة المنشودة، وضرورة عمل أعضاء المجلس للدفع بهذه الوتيرة ومساهمتهم في حلحلة الخلل الإداري والخدمي الذي يلاحظ من حين لآخر. وأصدر مجلس إقليم القاشبركة في ختام جلساته توصيات وقرارات تركز على تنظيم برامج تنموية تضمن المشاركة الفاعلة للمجتمع وتحمل القرى للمسؤولية حيال المحافظة على الغابات والحياة البرية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، والتركيز على أنشطة الحفاظ على المياه والتربة بشكل منظم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تعزز كفاءة ومشاركة الطلاب في التعليم. عقدت وزارة الثروة البحرية اجتماعا تقييميا في مصواه في 17 من يناير الجاري، استعرضت فيه الأنشطة التي نفذت في عام 2025 ووضعت خطة عمل لعام 2026. وأفاد رؤساء الأقسام والفروع بوزارة الثروة البحرية بأن الصيادين التقليديين تمكنوا من توفير نحو 5000 طن من الأسماك في عام 2025 بفضل الإمداد الكافي من الثلج ومعدات الصيد بزيادة قدرها 70% تقريبا مقارنة بعام 2024. وفيما يتعلق بإنتاج الملح والسماد السائل، فقد تم إنتاج أكثر من 79 ألف طن من الملح وإنتاج أكثر من 118 ألف لتر من السماد السائل. إضافة إلى ذلك بذلت جهود جديرة بالثناء في صياغة خطة وطنية للوقاية من التلوث وإدخال معدات حديثة للحد من الاستغلال غير القانوني للموارد البحرية وإمداد وتدريب الصيادين وزيادة عائدات الموارد البحرية. وبعد مناقشة التقارير، حث المشاركون على ضرورة معالجة مشاكل إدارة الموارد البحرية والبيئية في وقت مبكر وسد الثغرات في تنمية الموارد البشرية وتكثيف الأنشطة التي تجعل الموارد البحرية أكثر فائدة للمجتمع. وفي كلمته الختامية قال وزير الثروة البحرية ولد قلاتي أن نسبة تنفيذ خطط عام 2025 بلغت حوالي 86%. دعا المزارعون المثاليون الذين قاموا باختبار الأسمدة الطبيعية المعدة محليا إلى إدخال عمليات إنتاج واستعمال الأسمدة الطبيعية نظرا إلى فعاليتها في رفع الإنتاج الزراعي وفوائدها. وأشاد مزارعو مديريتي دقي وغردات بأهمية التدريبات التي تلقوها حول كيفية إنتاج والاستفادة من الأسمدة الطبيعية التي تصنع من مواد محلية، مؤكدين فعاليتها في تخصيب الأرض ورفع الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ. وأوصى خبير تنمية البساتين في مديرية غردات السيد ميكيل منغستو بدوره المزارعين بإدخال الأسمدة الطبيعية بعد إنتاجها محليا، مشيرا إلى فوائدها البيئية عوضا عن الكيميائية التي تضر بالبيئة وخصوبة الأراضي الزراعية على المدى الطويل. وحث مسؤولو مكاتب الزراعة بالمديريتين السيد تدروس كبر مريم والسيد تدروس زقرقيش حثا أصحاب البساتين للعمل بجد للمحافظة على خصوبة الأرض وإثرائها واتباع أساليب الزراعة الحديثة تماشيا مع توجيهات وإرشادات الخبراء، والعمل على إنتاج الأسمدة الطبيعية والاستفادة منها بشكل أوسع.
تم في 20 من يونيو من يناير الجاري افتتاح طريق ترابي معبد يربط بين حلحله وابن صليم بمديرية دباروا. وأشار المهندس دانيال قرماتيون رئيس قسم العمليات الهندسية في مشاريع الدهالو بأن هذا الطريق الترابي هو جزء من برامج التنمية التي تنفذ في المناطق النائية لتحقيق العدالة الاجتماعية. ويبلغ طول الطريق 7 كيلومترات وعرضه 8 أمتار، ويتضمن جسرا كبيرا وقنوات مائية وفقا لما ذكره تيدروس كبرياسوس مسؤول مشروع عدهالو ورقم 6. وشكر أعضاء لجنة التنمية بالمنطقة مشروع عدهالو على التنفيذ الفعال للأعمال. وفي الختام تم تقديم شهادات تقدير للمشاركين، وتمت إقامة مأدبة قضاء للعاملين في المشروع. وتقع ابن صليم على بعد حوالي 8 كيلومترات جنوب غرب دباروا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1800 نسمة. ناقش الإريتريون المقيمون في زيورخ بسويسرا وجدة بالمملكة العربية السعودية والدوحة في قطر ناقشوا الوضع الراهن في البلاد وأهمية تعزيز تنظيماتهم خلال اجتماعاتهم المنعقدة في 15 و16 و18 من يناير الجاري. ووفقا لذلك فقد عقد أعضاء الجالية الإريترية في زيورخ مؤتمرا في 18 من يناير تحت شعار جاهزون لكل شيء بوعي. وقال مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية بسويسرا والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السيد هبتم زرعاي أن المنظمات القوية والفعالة هي أساس النجاح. وقال الرئيس المؤقت للجالية الإريترية في سويسرا السيد مرهاوي كفلاي أن الجالية ستعمل جاهدة على تنمية الروح الوطنية في الأجيال الجديدة من خلال غرس الثقافة والتاريخ والقيم. في غضون ذلك وخلال اجتماع عقد في جدة في 15 من يناير الجاري استعرض القنصل العام بجدة وضواحيها السيد عبد الرحمن عثمان البرامج السياسية والتعليمية والدبلوماسية لعام 2025 وخطة العمل لعام 2026. وأشار إلى أن برنامج دعم مدرسة الصمود بوغريت يسير على نحو جيد، وأجاب على أسئلة المشاركين. وفي سياق متصل قدم السفير علي إبراهيم إحاطة لأفراد الجالية الإريترية في الدوحة بتاريخ 16 من يناير في المركز الثقافي الإريتري. وأكد السفير على أن دور الجالية يتجاوز المساهمات المالية والمادية إلى الإرث الوطني والقيم الوطنية. وأعرب المشاركون عن استعدادهم للمساهمة في تنفيذ خطط عام 2026. أفاد مسؤول فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بمديرية مندفر السيد صالح محمد سعيد أن الاتحاد يقوم بتنظيم دورات مهنية وفنية مختلفة لرفع قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم. وأوضح أن الاتحاد يقوم بتنظيم 8 أنواع من الدورات، وأنه تم تخريج حوالي 3000 شاب خلال ال7 سنوات الماضية. وأضاف أن الدورات التي تقدم برسوم رمزية تشمل تقنيات الحاسوب والتصوير ومد خطوط الكهرباء وتركيب نظم الطاقة الشمسية وفنون التجميل والموسيقى وصيانة المضخات. وحث المدربون الشباب على الاستفادة من الدورات التي قدمت لهم واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة بين أقرانهم. وأشادت الشابات بالفرص التي قدمت لهن مما أتاح لهن فرص العمل. عقد اجتماع في مديرية عقردات لتعزيز أنشطة فرع جمعية معاقي الحرب بالمديرية. وأوضح مسؤول فرع الجمعية بمديرية عقردات السيد إدريس فرج للأعضاء والشركاء أن الفرع يضم 210 عضوا من بينهم 23 امرأة معاقة، وأن الفرع يعمل على تمكين الأعضاء ودعمهم للاعتماد على الذات بالمشاركة في أنشطة تساهم في تحسين وضعهم المعيشي. وأشارت ممثلة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية السيدة تابوت نوغوسي بدورها إلى أن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تضع تحسين وضع الأعضاء الاقتصادي والاجتماعي ضمن أولوياتها، مذكرة المعاقين بالاستفادة من القروض المعفية من الفوائد والتي تقدم لهم بشكل جدي واستثمارها باستشارة المختصين لضمان فعاليتها. وذكر المشاركون الفرع بإجراء دراسات للتعرف على المشاكل التي تواجه المنخرطين في النشاطات التجارية بشكل جماعي أو فردي للحد منها ومواجهتها بشكل ممنهج. مشاهدينا نشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات بوليف 95 الاستراتيجية بعيدة المدى حلقت فوق المياه الدولية في بحر اليابان لأكثر من 11 ساعة، ويرى مراقبون أن استعراض قدرات هذه الطائرات قد يكون بمثابة تحذير لليابان والولايات المتحدة. ونشرت الوزارة مقطع فيديو أوضحت فيه أن اللقطات تظهر قاذفات بوليف 95 تقوم برحلة جوية اعتيادية. وأفادت الوزارة بأن القاذفات كانت برفقة طائرات مقاتلة من طراز سوخوي. يذكر أن طائرات بوليف 95 قادرة على حمل أسلحة نووية. وأعلنت وزارة الدفاع أن أطقم الطائرات بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادي وغيرها، وأكدت أن جميع الرحلات تتم وفقا للقوانين الدولية. قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية خيه يونغ تشيان أن بلادها تشعر بقلق بالغ وتعارض بشدة إدراج الاتحاد الأوروبي بعض شركاتها بصفتها موردين ذوي مخاطر عالية. وأضافت في مؤتمر صحفي أن الشركات الصينية تعمل منذ فترة طويلة وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، وينبغي ألا يتخذ الجانب الأوروبي خطوات تعيق التعاون التجاري الطبيعي. ويشار إلى أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والصين حول اتفاق مهم في مجال الاستثمارات دخلت مرحلتها الأخيرة مع توقعات بإمكانية التوصل إليه بنهاية العام بعد 7 سنوات من التفاوض. وانتهت الأسبوع الماضي الجولة 35 من المفاوضات بين الصين والاتحاد الأوروبي حول الاستثمار باتفاق تاريخي على أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية العام حسب صحيفة صينية. قرر البرلمان الأوروبي تعليق عمله على اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة احتجاجا على مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على جزيرة جرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين يعارضون خطته. وقال رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي برنارد لانغا في مؤتمر صحفي أن التهديدات الجديدة بفرض رسوم جمركية نسفت اتفاق تورنبيري، مؤكدا أنه سيتم تعليق الاتفاق حتى إشعار آخر. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة حفيظة واشنطن بما قد يفتح الباب أمام رسوم أمريكية أعلى. وقد استبعدت إدارة ترامب تقديم أي تنازلات مثل خفض الرسوم على المشروبات الكحولية أو الصلب قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ. أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو المشغلة لأكبر محطة نووية في العالم أن محطة كاشيوزاكي كاريوا ستعاود العمل للمرة الأولى منذ كارثة فوكوشيما عام 2011 رغم المخاوف المستمرة بشأن السلامة لدى السكان. وتنحصر عملية إعادة التشغيل هذه في البداية بواحد فحسب من المفاعلات ال7 في محطة كاشيوزاكي كاريوا، وهي الأكبر في العالم من حيث إجمالي الطاقة الإنتاجية. وكانت محطة كاشيوزاكي كاريوا الواقع على بعد نحو 220 كيلومترا شمالي غربي طوكيو من بين 54 مفاعلا تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال هائل وتسونامي في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبيل. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. مجلس إقليم القاشبركة يعقد اجتماعه الدوري. وزارة الثروة البحرية تستعرض أنشطتها وتناقش خطة عمل 2026. دعوة لإدخال الأسمدة الطبيعية في مزارع مديرية أوقردات ودكين. قاذفات استراتيجية روسية تقوم بدوريات فوق بحر اليابان. الصين تعارض تصنيف شركاتها كموردين مرتفعي المخاطر. البرلمان الأوروبي يعلق مسار الاتفاق التجاري مع واشنطن إثر تهديدات ترامب. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.